السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة شهيوات أريج. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم صابلي اللي كيجي راقي في المنظر، كيجي رائع وسهل في الخدمة. نتمنى أنكم تتبعوني وتشوفوني كيفاش خدمتهم، وفرجة ممتعة. بالنسبة لأول حاجة غادي نوجد معكم هادوك الشكيليطات اللي كنزين بهم من الفوق. غادي ناخد هاد البلاكيطات هادو كيديروا 5 دراهم، يعني ما غاليينش، راهم متواجدين في السوق. موديل عاد خرج جديد في 2019. كنشد اول حاجه كندوب الشكلاط اللي انا استعملت هنا كالا. دائما كنقول لكم انني كنستعمل كالا وما ضفت ليه حتى اضافه، يعني لا زيت لا زبده. راه هو كيجي زوين، يعني دغيا كيدوب، ما يحتاج حتى اضافه. كنعمر هاد لي موتيف هادو، كنحاول ما نخرجش من الجوانب باش يجينا الشكل يعني فيني مزيان ونقي، ما يكونش خارجين ديك الشوائب بزاف ويخسر لنا الديكور ديال الصابلي. كنبقى نعمر هكذا في هاد الموتيف هذا. شوفوا نتوما المهم القياس اللي عندكم، انا درت معكم غير هذا، يعني غير باش نوريكم كيفاش خدمت. بالنسبه للشكل الثاني كناخذ هاد الغبره اللي هو ملون خاص بالشكلاط، يعني ضروري تقولوا الناس اللي غتاخذوا من عندهم من الافضل تكون غبره اللي خاصه بالشكلاط. يعني لا درتو شي غبره واحده اخرى يعني غير ملون هكذا زدتو على الشكلاط غادي يخسر لكم الشكلاط، ما غيخدمش لكم، صافي غيخسر. من الافضل خذوا الغبره اللي خاصه بالشكلاط. وكان الكولور يعني كيبقى على حسابكم نتوما، بغيتو داك الخضر المغلوق، بغيتو خفيف، بغيتو، مهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا طلبت مني السيده هاد الكولور هذا، عطاتني موديل قالت لي بغيت بحال هاد الكولور هذا. غادي نكمل هاد الموتيف نعمرهم كاملين. المهم العدد اللي طالبه مني السيده هي طالبه مني 200 حبه من الشكل. انا كملت صراحه الكوموند ديالي كيف ما كندير معكم دائما، كنخلي حتى الاخر وكندير معكم شي حبات، يعني كنوريكم كيفاش خدمت هذيك الكوموند. كتكون القضيه عندي ما عنديش وقت، كنكون مزروبه، يعني ما يمكنش نكون كنخدم وكنصور في نفس الوقت، كنخلي حتى كنسالي وكناخذ معكم مقطع بحال هكذا، يعني مقطع صغير نوريكم كيفاش خدمت هذيك لا كوموند ديالي. ندوز نكمل معكم تحضير ديال وريدات اللي غنفيني بهم من الفوق. خدمتهم بلا بات شوكولا. هاد لاباط شوكولا راها عندي في القناه، درتها في فيديو من قبل، يعني فيديو سابق. وهاد سيليكون هذا راه متواجد. خديت هاد الوريده هذه، يعني الا بغيتو نفس الوريده خذوا نفس السيليكون، ولكم الاختيار، ممكن ديروا اي موديل اخر تخدموا به، كلشي مزيان. كندير داك الكره صغيره صفراء، حيت انا اختاريت هاد الالوان هادو. ممكن نتوما تختاروا الوان مغايره على اللي خديت انايا، مجرد فكره وصافي. وكندير فوق منها البيض باش كيجيني هذيك الوريده اللي فيها يعني الاصفر في الوسط. كما كتشوفوا معايا كيجي شكل رائع وراقي في المنظر. بالنسبه للالوان لكم الاختيار، ديروا اللون اللي بغيتو. لاباط شوكولا ما تخافوش منها، يعني الغبره اللي عندكم خدموا بها، ماشي ضروري تكون خاصه بالشكلاط. بالنسبه للازرق كنت خدمته معكم من قبل في القناه، غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وبالنسبه للاصفر استعملت غير زعفران اللي كنستعملوه للاكل ديالنا، يعني اللي كنلونوا به الاكل ديالنا، هو اللي استعملت واحد شويه وخلطته مع لاباط شوكولا بيضاء وعطاتنا الاصفر. غادي نستمر على الطريقه حتى نكمل عدد يعني الوريدات اللي محتاجاهم، غيكونوا قدهم قد عدد الشكلاط اللي ذوبنا وجدنا. وكنستعنوا بالنشا ضروري، هاد النقطه ما قلتهاش لكم. النشا او المايزينا، اولا ما عندكمش كاع سكر كلاصي سبيسيال حتى هو كينفع في هاد الامور هادي. كنحط الاصبع ديالي في النشا اولا سكر كلاصي، وكنعاود ندهن به المول ديال السيليكون، وكنعاود نحط فيه لاباط شوكولا باش كيخرج معنا الشكل نقي وما تخرجش الوريده هكذا معوجه. ضروري، يعني من الافضل هاد النقطه هذه مهمه. غادي نعاود ندير لكم موديل اخر، يعني لوين اخر ماشي موديل اما هو نفس الشكل. كندير النقطه البيضاء هي الاولى، من بعد كندير اللون الازرق من الفوق،
الالوان والاشكال كتبقى من الاختيار ديالكم. انا السيده اخترت لي هاد الالوان وهاد الاشكال من اختيارها، وصراحه طلعوا الوان رائعين مع فصل الربيع. جاو موديلات زوينين صراحه. غادي نعاود معكم واحده اخرى. بالنسبه للصابلي، انا كنت فايته خدمت معكم الصابلي في عديد من الفيديوهات. هاد المره هذه حاولت انني ندير فيديو غير قصير خفيف ظريف، يعني باش ما يكونش طويل بزاف. هادو هما الوريدات اللي يعني الاشكال اللي خدمت كلهم كنوجدوهم من قبل، وكنوجدوا الشكلاط هو من قبل العدد اللي عندنا. الشكلاط كيف ما ملي كيبرد يعني وكنجبدوه من الموتيف كنجبدوه بسهوله. كيف ما كتشوفوا كيجي شكل رائع. سيرتو هذا البيستاج هذا عجبني بزاف. هذا الموديل هذا جا الوين ديالو زوين، حتى الشكل حتى هو زوين. حاولوا تاخذوهم، راه ما غاليينش في السوق، موجودين كيعطيو للصابلي شكل راقي وزوين. بالنسبه للصابلي اللي كتشوفوا قدامكم، شديت الصابلي عادي اللي خدمت به في العديد من الفيديوهات حطيته معكم من قبل، وشديت قطع دائري اللي قد هذا الموتيف هذا. يعني كنقيس على الموتيف باقي البلاستيكه، يعني باقي البلاستيكه ما درتش فيها الشكلاط، كنقيس عليها الدائره اللي غادي تجي قدها ما يجيش خارج بزاف من الجناب، وكنخدم عليه. كنبدا نطبع دوائر يعني عاديين. هذا الشكل هذا جاني ساهل لانني خدمت فيه كله صابلي دائري، يعني ما عذبنيش. ما حاولتش نقلب بزاف على الطوابع اللي غنخدم فيه، يعني غير الدائري، وخرجت منه العدد اللي خاصني. يعني كانت خاصني 400 حبه، وبديت كان وجدت كل شيء. يعني ضروري في الاول وجدوا لاباط شوكولا، وجدوا شكليطات يعني اللي كتذوبوهم في لي موتيف، وعاد بداو تخدموا باش كتجيكم القضيه سهله. يعني ماشي في نفس النهار نخدموا الشكلاط، في نفس النهار نخدموا لاباط شوكولا، وفي نفس النهار نلصقوا، كتجينا شويه متعبه. مثلا نهار نخليوه الشكلاط ولا بات شوكولا، ونهار نخليوه باش نديروا ليه الفينيسيون. كتشوفوني كنلصق بداك التعليكه اللي كنت حطيتها معكم في فيديو من قبل من هذا، وان شاء الله راني معوله غادي نحط لكم تعليقه ندير لها فيديو خاص. طلب من المشاهدين بغاو فيديو خاص ديال التعليقه، ان شاء الله غندير لهم فيديو غيكون قصير وبسيط غير خاص غير بالتعليقه. كنبدا ندير كما كتشوفوا ما كندهن شويه الصابلي، وكنحط فوق منه الموتيف، وكندير في وسطو هذيك الوريده. الشكل الاول اختاريت الوريده نديرها في الوسط، لكن الشكل الثاني قلت نديرها في الجنب. المهم الاشكال كتبقى الفينيسيو كيبقى على حسابكم نتوما وشنو كتفضلوا الالوان، ويعني كنعطيكم فكره وانتم كتكملوا. يعني كل واحد كيجتهد من راسو. يعني راه ساهل وبسيط وكيجي رائع وراقي في المنظر. غنكمل على هذا الشكل هذا حتى نسالي الكوموند اللي عندي كامله، يعني عدد الحبات اللي مطلوبين عندي كاملين. بالنسبه لهذا الشكل هذا طلب مني 400 حبه، يعني كل شكل فيه 200 حبه. جاتهم تقريبا جوج كيلو ونص في الشكل، يعني كيلو فيه 80 حبه. هذا هو الاشكال منين ساليتهم كلهم كيف ما كتشوفوا معايا. كل شكل فيه كيلو ونص، يعني 5 كيلو هنايا ديال الصابلي. راه ساهل في الخدمه ديالو، كيجي راقي كما كنقولها وكنعاودها. صراحه سيرتو هذاك البيستاج عجبني انا بزاف، عجبني داك اللوين وداك النتيجه منين خرجت هكذاك عجبني بزاف. يعني كيفكرك في فصل الربيع والزهور، رائع جدا. هذا هو الشكل النهائي اللي حصلنا عليه. كنتمنى انكم تشوفوا لاباط شوكولا في فيديو سابق، وتشوفوا الصابلي حتى هو، او لا تستعملوا اي صابلي عندكم معتمد. شكرا لكم بزاف على المشاهده، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. الا كنتي اول مره كتشوفي الفيديو ديالي كنتمنى انك تشتركي معايا، تخلي لي تعليق وديري لي لايك، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.